تعالوا النهاردة نعمل مع بعض بروستد الدجاج. طعمه حلو، مستوي جدا ونضيف، وكفاية انه من ايدك. لكن هنقول لبعض بقى انه كنتاكي وكده، لا، محدش لسه اكتشف سر كنتاكي. وكل الوصفات اللي اتعملت هنقول قريبة ليه. طعمه حلو لكن مش هنقول انه كنتاكي. المهم عندنا ان احنا هنخلي الفراخ مستوية كويس جدا وفي نفس الوقت طعمها حلو. تعالوا معايا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة انا هستخدم 10 قطع من الدبابيس، يعني كيلو. لو حابة تستخدمي فرخة متقطعة بتقطعي الفرخة على 12 قطعة عشان تبقى مستوية كويس. خلاص، هنا جبت قطعة من الليمون وقطعة من البرتقال. هنعمل محلول ملحي للفراخ عشان ندخل فيها المحلول الملحي ده، عشان ما يبقاش فيها اي زفارة وفي نفس الوقت تطرى كده من جوه وتستوي بسرعة. هنحط بقى في المحلول الملحي ده البهارات اللي انتوا شايفينها دي: ثوم مقطع شرايح، ورق لورا، قرنفل مسمار، حب اللي هو الفلفل الحصى، قرفة خشب، حبهان. كل البهارات دي بتبقى بهارات عطرية، بتنزل الزيوت بتاعتها في المية دي، فبتعمل تطهير كده وتنظيف للفراخ وتضيع الزفارة تماما. معانا كمان كوباية من الملح ونص كوباية من السكر، وطبعا كوباية الملح دي على 7 كوبايات من المية. انا قبل كده عملت لكم المحلول الملحي ده للفخدة الضاني او كانت كتف تقريبا، وكانت ممتازة جدا وطلعت اللحمة طرية جدا وحلوة قوي. ما تتخضوش من كمية الملح لانها اصلا مش هتعمل اي حاجة، الفراخ مش هتاخد الملح ده كله. هنحط بقى كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي في المية بالشكل دوت ونقلبها كويس، وبعد كده نضيف عليها الفراخ. بس بعد ما نغزها زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة، انا بدخل السكينة من ناحية بطلعها من الناحية التانية عشان اطمن ان شاء الله الفراخ دي هتستوي كويس جدا جدا لما تتعرض طبعا للنار. بس هي لما بفتحها كده وبحطها في المحلول الملحي ده بيساعد ان المحلول ده يدخل فيها ويخليها طرية زيادة عن اللزوم، عشان ما تبقاش لحمها مش مستوي لما تيجي تقليها. تمام، خلصت بقى كل الحاجات دي كده، حطيتها كده مع بعضها، وبعدين هدخلها دلوقتي التلاجة، بغطيها واسيبها من بالليل للصبح عشان ابتدي ان انا ادخل في مرحلة التتبيل. بالنسبة لتتبيل الفراخ بقى هنحتاج بهارات، طبعا معالق كبيرة من الحاجات اللي هقولها لكم دي: كركم، شطة بودرة، بابريكا، فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، وكمان بهارات لحمة او بهارات فراخ حسب المتاح عندك. كل البهارات دي معالق كبيرة. وهنحتاج معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من الخل و3 مكعبات من مرقة الدجاج. طبعا المكعبات بتاعت مرقة الدجاج دي هتدي ملح، وطبعا معلقة صغيرة يعني هتظبط الملح جدا على كيلو الفراخ. جبت شوية مية عبارة عن كوبايتين مج كبار، وحطيت عليهم البهارات والخل بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده هبتدي ان انا افرك كده المرقة فيهم واقلب كل الخلطة دي مع بعضها. بعد كده هنجهز كوبايتين من الدقيق، هنحط كده كوباية بكوباية ونقلب لحد ما نحس ايه ان القوام بتاعنا بقى زي ما انتوا شفتوا كده، مش تقيل ومش خفيف، يعني متوسط. لو انت هتحطي الدقيق حطيه تدريجي عشان ما تاخديش قوام تقيل. بعد كده هنسيب الفراخ فيه بالشكل دوت ونسيبها يعني مش اقل من 5 6 ساعات. يعني يفضل برضو ان انت تعمليها قبلها بوقت عشان تدي طعم حلو. خلاص، بعد ما بنيجي نقلي بقى بنجهز هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم كوباية من النشا، ونفس كمية البهارات اللي احنا قلناها في الاول هنحط برضو منها على الدقيق. وهنا بنحط بقى قطعة الفراخ وبنحطها في الدقيق المخلوط دوت، وبنعملها كده بحيث انها تكون مكشكشة كده زي ما شفتوا كده. بحط الدقيق كتير وبنفض الدقيق من عليها بالشكل دوت عشان تكشكش كده وتديني الشكل اللي هو بتاع الكريسبي اللي بيبقى بره لما بنيجي نشتري بروستد من بره. هنا كنت محضره جنبي كده شبكه عشان احط عليها، عشان ما ينفعش اركن الفراخ وقت طويل. انا كنت بعمل الدقيق على القطع اللي انا هقليها بس، ما تعمليش كل الكميه وتركنيها، لازم تعملي وقت ما هتقلي على طول القطع اللي انت هتعمليها بالظبط. تمام، انا هنا حضرت 3 قطع اهي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هبتدي بقى ان انا الزيت طبعا كان دلوقتي على النار بيسخن، وحضرت ال3 قطع اللي انا هقليهم في الاول. وانصحكم ان انتوا ما تحطوش كميات كبيرة في الزيت، يعني حطي 3 ب3 او مثلا 2 ب2 حسب القطر بتاع الحلة او المقلاية اللي بتقلي فيها، علشان تدي مساحة للفراخ انها تستوي حلو. شوفوا هنقلبها هنا، شوفوا الجمال، بصوا اللون. هي طبعا لسه هنا ولا استوت ولا اي حاجة ولا خدت لون، هي لسه باللون فاتح بس. شايفين كشكشة الفراخ كده باينة والكريسبي بتاعها باين قوي قوي.
ما شاء الله بقلبها بقى، انا تقريبا اخدت معايا على النار تلت ساعة. الزيت كان سخن جدا اول ما نزلتها نار عالية، بعد كده وطيت النار خليتها وسط، وقعدت معايا 20 دقيقة بالظبط على النار، يعني على درجة حرارة متوسطة 20 دقيقة عشان تاخد اللون ده، وعشان تاخد القرمشة دي، وعشان تكون استوت. بعد ما خلصت قلية انا طبعا بطلعهم على شبكة بالشكل ده عشان يفضلوا كريسبي زي ما هم. قدمتها بقى هنا مع بطاطس محمرة، وحطيت كمان كاتشب والعيش اللي هو اللي بيتقدم معاها بره. وطبعا مش قادره اقول لكم قرمشتها، والله مقرمشه جدا جدا. انا هنا كنت بعمل فويس اوفر على الفيديو، كان نفسي جدا تسمعوا صوت القرمشه معايا، بس للاسف كان في صوت في الخلفيه معرفتش ان انا اظهر لكم الصوت الحقيقي للفيديو. هنا هنقطع كده مع بعض، بصوا بصوا والله مستويه جدا، بصوا الجمال. وطبعا عايزه اقول لكم الطبقه الخارجيه مقرمشه وتقيله حلوه جدا، يعني بصوا شايفين الطبقه طبقه حلوه حلوه، يعني مش مثلا احنا نزلناها كتير في ميه ولا دقيق ولا اي حاجه، هي مره واحده بس الدقيق واتاخدت القرمشه بتاعتها، لان احنا كنا مبيتينها اصلا في الخلطه اللي فيها دقيق. فبجد كانت روعه. ان شاء الله باذن الله انا متاكده ان انتوا هتجربوها وتعجبكم. وفي نهايه الفيديو كل مره بقول لكم انا اسمي زينب زياد، لو اول مره تشوفيني على الفيسبوك اعملي لايك للبيج، ولو اول مره تشوفيني على اليوتيوب اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله.